واحد من يزد كان جاي، صديقه يجي بالدرس وهو يجي، صار حكي وكذا في أثناء البحث. بعد الدرس قال بأنه كان عندنا ليالي الجمعة مجلس حديث الكساء. واحد إجي ما أدري منين قال، أنا نسيت، مو مهم، قال لنا هذا حديث الكساء سنده مو قوي، ضعيف. تركنا مجلس حديث الكساء. ترى قلت له أنا ما أعتب على ذاك، لأن نعرف هذول شنو، الشيطان ركبوا عليهم. ما إلك أعتب عليك، ليش همجوا الرعاة أتباع كل ناعق؟ ليش بس واحد قال كلام تتزلزل؟ ليش؟ مو إذني هاي الأدعية كتب نفس أول كتاب اللي طالع، هذا كافي في الاعتبار. افرض مثلا مفاتيح الجنان، مفاتيح الجنان منو؟ الشيخ عباس القمي. انت يا المضعف إذا تقول بلي تراب أقدام الشيخ عباس القمي أنا ما أتعجب. انت وين الشيخ عباس القمي؟ زهدان، علمان، اهتماما بمعارف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. انت وين ذاك؟ وين نفس شيخ عباس القمي يذكر كافي هذا؟ ليش؟ ورع ينهاه، يكف أن يذكر شيء اللي ما إلى سند من أقول أعم من الرواة قرائن أخرى، اللي هذول ما أصلا جاهلين بالقرائن الأخرى، جاهلين بالقرائن الأخرى. لازم هاي الأشياء أكررها وأوقف قدامها. واحد صديقي في النجف كان يقول بالنجف أنت وحدك واقف قدام. على كل حال تكليفي الشرعي، وأعرف عن معرفتين أقول دعاء جوشن شيخ عباس القمي ذاكره، ينقل عن الكفعمي. تدري منه الكفعمي؟ في كتابين من كتبه ذاكر. بعد ما نحتاج إلى بحث عن مثل هذه الأدعية، وإلي كلام كثير علمي في هذا الموضوع. على كل حال أنا متيقن أن هذول كلامهم عن جهلين. شيء اللي دائما أقول المضعف هو ضعيف، هسه إما مطلقا ضعيف يعني في العلم، أو أقلا ضعيف في هذه المسألة. وأنا على المنبر وأنا أدري شو يقول، بلي شنو أقول. على كل حال لا تتزلزل، هذول كلامهم فارغ، والله يهديهم. أنا أريد هدايتهم، خلي يرجعون علماءنا السابقين شنو كان